سلام يا سيدنا. سلام ونعمة وبركة. النهارده يوم التلات، وحاسس ان يوم التلات ده مختلف عن الايام اللي فاتت، لان حاسين ان رب يسوع في اليوم ده بدأ يتكلم ويعلم اكتر. والنهارده الرب يسوع ذكر مثل العذارى الحاكمات والجاهلات، وده بنشوفه المقارنة الواضحة والصريحة. هل انا عندي زيت كافي وسامح للرب يسوع في حياتي، ولا انا شخص فاضي من جوه ومش مستعد؟ ازاي سيدنا في اسبوع الالام اخد خطوه جديده للاستعداد واكون مستعد للقاء الرب يسوع؟ أولا يوم التلات النهاردة مزدحم بالتعليم من ساعة ما خرج رب المجد لغاية ما روح بالليل. الأمثال كثيرة جدا، أغلبها عن الملكوت والأبدية، اللي من ضمنها مثل العذارى. وأهم حاجة في مثل العذارى المصير الأبدي. أما قصة الزيت، ما هو اللي معاهم زيت مصيرهم الأبدي هو الأبدية السعيدة، واللي معهمش زيت مصيرهم الأبدي النار الأبدية. الزيت هو رصيد أعمال الرحمة والخير والصلاح، رصيد باقي الفضائل، رصيد الجهاد الروحي وحياة الصلاة والتسبيح. في بعض شباب مواظبين جدا على الكنيسة، شباب تاني مش مواظبين أبدا على الكنيسة، ده بيجاهد وده مش بيجاهد، ده الزيت. رب المجد بيقول في متى 11: ملكوت السماوات يغصب والغاصبون يختطفون. يعني لازم نغصب على نفسنا شوية ونتعب شوية ونجاهد شويتين. هرجع وأقول عايزين نعمل لقاء مع الرب. أنا مرة كتبت كده في مذكراتي: كنت مع الرب. وإحنا راجعين من أورشليم لبيت عنيا كان بالليل، وقلت له: عايز تقول لي إيه يا رب في مثل العذارى؟ وقعدنا كده على حجر صغير كده، والهدوء يخيم على المكان. وقال لي: أهم حاجة في مثل العذارى مصيرك الأبدي، ولازم تخزن زيت كتير بجهادك في أعمال الرحمة وأعمال الخير وباقي الفضائل إلى آخره. فبرضو أنا بطلب من كل شاب وشابة يعملوا لقاء مع الرب حول موضوع العذارى الحاكمات والجاهلات، وبالأخص المصير الأبدي. تمام يا سيد. من ضمن تعليم الرب يسوع كان بيتكلم فيها في اليوم ده وهو مثل الوزنات، وبالأخص الشخص الباين هو اللي أخذ الوزنة بتاعته ودفنها. خايفين يا سيدنا من كتر انشغالنا في الكنيسة وإن إحنا بنعمل خدمات كتير وبنروح وبنيجي، بس معظمها بيكون بشكل حركي من غير روح، إن إحنا في الآخر يتقال لنا زي ما الرب يسوع قال اللي دفن وزنته: أيها العبد الكسلان والشرير. خايفين إن ده يكون هو المعطل عن الملكوت. إزاي يا سيدنا نعرف إزاي إحنا ما ندفنش الوزنة بتاعتنا وتكون الوزنة اللي جوانا نستثمر بيها بدل ما ندفنها؟ هنا بقى لابد أن نراجع النمو، لابد أن نراجع في حياتنا النمو. هقولها المرة الثالثة: لابد أن نراجع في حياتنا النمو. هل في نمو في حياتي ولا لا؟ يعني أنا لو عندي وزنتين بقيوا 3 بقيوا 4. بعدين خلي بالك حضرتك، ممكن أنا يكون عندي وزنتين وحضرتك عندك 5 وزنات. أنت تاجرت وربحت 3 فوق ال5، يبقى أنت مستوى نجاحك 60%. ممكن يكون أنا عندي وزنتين بس تاجرت وربحت وزنتين، يبقى معايا 4، بس مستوى نجاحي 100%.
حضرتك معاك 8 ومستوى نجاحك 60% بس. لازم هقول كلمة بالإنجليزي، نعمل assessment، تقييم لنمو حياتنا إيه. يعني مثلا على سبيل المثال في وزنة أو ثمرة المحبة، معلمنا القديس يوحنا الرسول بيقول إيه؟ نحن نعلم أننا قد انتقلنا من الموت إلى الحياة لأننا نحب الإخوة، ومن لا يحب أخاه يبقى في الموت، ومن يبغض أخاه فهو قاتل نفس، وأنتم تعلمون أن كل قاتل نفس ليس له حياة أبدية ثابتة فيه. فنراجع أنفسنا، إحنا بنحب ولا بنكره؟ ولا بنحب ولا بنكره؟ اللي ولا بيحب ولا بيكره ده زي الترابيزة دي ميت، واللي بيحب ده انتقل من الموت إلى الحياة، واللي بيكره ده قاتل. فلازم نراجع أنفسنا، في نمو ولا لا؟ في نمو في الوزنات في حياتنا ولا لا؟ يعني أنا السنة دي في نمو عن السنة اللي فاتت ولا لا؟ الشيخ الروحاني بيقول إيه؟ قلب النقي يستطيع أن يحب الأعداء كالأصدقاء. فأنا يعني أراجع نفسي، أنا في الكلام ده ولا أنا لازم أراجع نفسي بنمو ولا لا؟ قصة لطيفة كده سمعتها من البابا شنودة عن مثلث الرحمات الأنبا أثناسيوس اللي كان قائم مقام قبل البابا كرولوس، اللي رسم البابا كرولوس. كان مطران بن سويف وكان شيخ المطارنة. في بداية عهد البابا كرولوس كان عامل مجمع مقدس في اسكندرية، وده كان شيخ المطارنة. كان عددهم قليلين، الظاهر كان الموضوع فيه شدة ولا حاجة، فهو خارج ولد جزماتي قال له يا سيدنا هات الجزمة أمسحها لك. قال له امشي يا واد، مشدود كده، فقال له امشي يا واد. شيخ المطارنة قال له ولد صغير امشي بقى. جه بالليل مش عارف ينام، فكان وكيل البطرخانة في ذاك الزمان واحد اسمه أبونا إسرائيل البراموسي الذي صار فيما بعد الأنبا لوكاس مطران الأبنوب. مش الأنبا لوكاس اللي فات، اللي قبليه يعني. فقال له يا أبونا إسرائيل، قال له نعم يا سيدنا. قال له هات لي الولد الجزماتي. كانت الساعة 11 بالليل. قال له يا سيدنا الصباح رباح. قال له طب خلاص اكتب لي ورقة إن أنا هعيش لغاية بكرة، عشان لو مت أقول لربنا أبونا إسرائيل قال لي إنك مش هتموت. وبيهزر بس كلام غالي. روح هات لي الورق. المهم بعت جاب لي مؤخر، كانت 11:30 بالليل مسكي. قال له يا ابني حجك علي، أنا شخطت فيك النهارده. واداله 3 جنيه. 3 جنيه في ذاك الزمان ده كان مبلغ كبير قوي. أنا عايز أقول لك دي بقى الحساسية المقدسة، إنه مش قادر ينام عشان زعل ولد صغير، ويهزر مع أبونا إسرائيل. قال له خلاص اكتب لي ورق إن أنا مش هموت. فمهم جدا إن احنا نراجع أنفسنا، في نمو في حياتنا ولا لا؟ هي دي قصة الوزنات. تمام، شكرا جدا لنيافتك يا سيد. ربنا يعطينا جميعا أسبوع آلام مقدس، ونعمل لقاء مع الرب في كل موقف. وانت كمان حابينك تتمتع بأسبوع الآلام أكتر، وتتعرف أكتر وأكتر على الشخصيات عشان تعرف انت مين فيهم.